دخلت كل من الأغنية في الأمان لصاحبتها نوميديا للزول ونصابة لديدين كلاش ومحمد رمضان طندوس في موقع اليوتيوب. كما بلغت أغنية في الأمان لنوميديا للزول في أقل من 48 ساعة أكثر من 1.5 مليون مشاهدة، حيث لاقت الأغنية إعجاب مشاهديها، خاصة معجبي هذه النجمة التي خرجت مؤخرا من سجن القليعة في أود الماضي بعد 6 أشهر بسبب متابعتها في قضية الطلبة الشهيرة رفقة مؤثرين آخرين كريفكا وستالين، واستفادت نوميديا ومن معها من البراءة من كافة التهم الموجهة إليها. وكانت قبل أيام نوميديا قد أعلنت عن عودتها إلى موقع التواصل انستغرام من خلال طرحها الأغنية في لمان، وتلقت الفنانة العديد من التعاليق المشجعة من زملائها الفنانين وكذا جمهورها الذين رحبوا بعودتها إلى الساحة الفنية. كما دخلت من جهتها أغنية ديدين كلاش مع المغني المصري محمد رمضان نصابة هي الأخرى في طندوس اليوتيوب بعد في لمان. واحتلت أغنية نصابة التي تعني سارقة المرتبة الثانية بعدد مشاهدات فاق 3 ملايين في ظرف 3 أيام. وأطلق الرابر الجزائري ديدين كلاش والمعروف بالبندقية أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب جمعته مع النجم المصري محمد رمضان، وتم طرح الأغنية على القناة الرسمية لمحمد رمضان في موقع الفيديوهات اليوتيوب مساء الأربعاء الماضي. وصور ديدين ومحمد رمضان فيديو كليب الأغنية بمنطقة الأهرامات كنوع من الترويج للسياحة المصرية وإبراز المعالم السياحية. والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وألحان محمد يحيى ومن إخراج أنيس سبتي. وحرص كل من ديدين ومحمد رمضان خلال الأيام الماضية على الترويج للأغنية عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.